الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وبعد. كل عام وأنتم بخير. إخوة الإسلام، أحكام الصيام نتكلم سريعا فيها عن أحكام الصيام، عن أركانه وواجباته وشروطه، وعن سننه ومستحباته وعن ما يبطل الصيام. في دقائق قليلة نتكلم كل يوم بإذن الله عن حكم من أحكامه. وحديثنا اليوم عن أركان الصيام. الصوم عباد الله لغة هو الإمساك، وشرعا هو الامتناع والإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وله ركنان أساسيان هما النية والإمساك عن الطعام كما ذكرنا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله سبحانه وتعالى. فالركن الأول وهو النية لا يصح الصوم بدونها، وقال بعض العلماء إنها ركن، وقال بعضهم إنها شرط، وفي الحالين لا يصح الصوم بدونها. والركن ما يترتب على وجوده الوجود وعلى عدمه العدم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا بالنية التي تصدر من صاحبها. فإن نوى بعمله وجه الله كان له أجره وثوابه، وإن نوى الدنيا لم يكن له من الأجر والثواب شيئا. ولا يصح الصوم إلا بالنية، كما جاء عن حفصة رضي الله عنها موقوفا أو مرفوعا: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له. من لم يجمع الصوم من الليل فلا صوم له، أي لا يصح الصيام إلا لمن نوى الصيام من الليل. والعلماء على تحديد النية على قولين: القول الأول أنه يجب أن يحدد النية لكل ليلة من ليالي رمضان، لكل يوم مستقلة عن اليوم الذي قبله أو اليوم الذي بعده. فيجب عليه أن ينوي الصيام من الليل إلى طلوع الفجر، فإن لم ينوي لم يصح صيامه. وهذا قول جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة. وقول عند الإمام مالك رحمه الله أنه ينوي نية واحدة من أول الشهر، لأن الصوم عمل متكامل عنده، فإن ترك الصوم أو فسد صومه لعذر وجب عليه أن يجدد النية. والأحوط والأفضل أن ينوي أول ليلة من رمضان صيام الشهر كله، ثم ينوي كل ليلة صيام اليوم الذي يليه إن شاء الله، ليحصل بذلك على الأجر والثواب. والنية أمرها خطير عباد الله، فإن المرء إذا نوى أن يفطر وعزم النية على الإفطار في نهار رمضان ولم يفطر ولم يأكل طعاما أو يشرب شرابا فإنه يفطر وإن لم يأكل، لأن نيته أفسدت وأبطلت عمله. الركن الثاني كما قلنا الامتناع عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات. ونحن نقول مفطرات ولا نقول مفطرات، لأن المفطر هو الإنسان الذي يفطر، من أفطر يفطر فهو مفطر. أما المفطر هو ما كان سببا في إفطارك. ويقال لمن أفطر في رمضان بعذر أو بغير عذر مفطر، ولا نقول فاطر، لأن فاطر معناها في اللغة خالق. قال سبحانه وتعالى: وهو فاطر السماوات والأرض، أي خالقها. أما أفطر فنقول مفطر. يمتنع عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من آذان الفجر الصادق الثاني إلى غروب الشمس. لذا إذا أذن الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه، يعني أن يخرجه، أو ماء يجب عليه أن يتركه، فإن شربه بطل صومه. وهذا قول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وغيرهم. هذان هما الركنان الأساسيان في الصيام: النية والإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات. بارك الله فيكم ونفع الله.